الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد لا شريك له في ذاته ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في أفعاله، فإذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. تأمل في بديع الكون وانظر إلى آثار ما صنع الملك. صنع الله عز وجل هذا الكون، رفع السماوات، خفض الأرض، أجرى الأنهار، كون البحار، أنبت النبات من كل زوج بهيج. بهذا يستطيع العاقل أن يستدل على وجود الله وإرادة الله وقدرة الله ورحمة الله على عباده. فمن الذي رفع السماوات بغير عمد؟ ومن الذي دحى الأرض على هذا المدد؟ ومن الذي أنعم بهذه النعم التي نراها آناء الليل وأطراف النهار؟ إنه الله الذي لا إله سواه. تأمل في بديع الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وأن محمدا عبدا رسولا إلى الثقلين أرسله المليك. فنشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا سيدنا محمد رسول الله الذي أرسله مولاه ختاما للنبيين والمرسلين ورحمة للعالمين وشفيعا يوم العرض على أحكم الحاكمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في هذا اليوم يرى الملك نفسه مملوكا، ويرى سلطانه الذي كان له في الدنيا محملا عليه يسأل عنه أمام العليم الخبير في الآخرة. يرى الغني نفسه فقيرا لا يملك شيئا، ويرى الفقير نفسه ملكا لأنه جاء إلى مولاه ولم يحمل شيئا من أوضار الحياة، وإنما جاء مجردا لمولاه عز وجل. ولذلك يرسل الله عز وجل ملكا في هذا اليوم
الذي اجتمع فيه الإنس كلهم والجن كلهم، واجتمع كل ما خلق الله عز وجل إلى يوم القيامة في ساحة واحدة، يرسل الله عز وجل ملكا ينادي على الناس من قبل المولى عز وجل: إن الله عز وجل يقول لكم أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ أين الرؤساء؟ وأين الأمراء؟ وأين الكبراء؟ وأين الأغنياء؟ وأين الذين كانوا في الدنيا يقولون نحن؟ أين كل هؤلاء؟ لقد صاروا أمام الله عز وجل في الآخرة عبيدا لا يملكون شيئا أبدا. ويأتي السؤال: لمن الملك اليوم؟ ويكون الجواب: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وقف عند قوله تعالى: بما كسبت، بكسبها، بالذي كسبته في دنياها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل نفس بما كسبت رهينة. ما قدمته في الحياة تراه أمام الله في أخراك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فاللهم ارحمنا في الموقف العظيم يا رب العالمين بحبيبك المصطفى سيد المرسلين شفيعنا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه، واجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، فإذا جاء شهر رجب فإنه يذكرنا برحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وبرحلته إلى السماء. رحلة أرضية من المسجد الحرام من عند الكعبة إلى المسجد الأقصى. أسأل الله عز وجل أن يخلصه للمسلمين وأن يبعد عنه أوضار اليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم حرره للإسلام واجعله حرا للمسلمين يا رب العالمين. هذا مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، مكان الإسراء. اقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، رسول الله، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصدق الله العظيم. الملك لله، نحن عبيده، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والهواء بين السماء والأرض نعمته، نعمة الحياة في الهواء، والماء ماؤه، وكل شيء لا يكون إلا منه نعمة علينا وفضلا إلينا من رب كريم. أينكر هذا عاقل؟
من الذي أنشأك من البداية؟ ومن الذي أعطاك كل ما أنت فيه حتى النهاية؟ إنه الله. وتعال معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ولد في مكة فشرف الأرض كلها، وصارت الأرض من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف وتفتخر بأنه ولد عليها خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للناس أجمعين، بل رحمة الله للعالمين. رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد على الأرض. إذا شرفت الأرض برسول الله فشرفت الأرض على السماء. ولذلك سئل أحد الشيوخ من العلماء الأثبات الذين لهم قدم في العلم وقدم في العمل ولهم صلة بربهم على الدوام حتى أتاهم اليقين: لماذا كان المعراج إلى السماء؟ أما كان في الإمكان أن يكلم الله رسوله على الأرض كما كلم موسى؟ فكان الجواب: إن السماء فيها الملائكة، وكل واحد من ملائكة الله في مكان لا ينحدر عنه، له عمل وله وظيفة لا يبتعد عنها بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الله خلق الملائكة من نور وخلق الإنسان من طين وخلق الجان من نار التي نوقدها الآن، فالطين تحت أرجلنا خلقنا منه، والنار نوقدها وخلق الله منها الجان، والنور خلق الله منه الملائكة. يخلق ما يشاء وهو قدير على ما يشاء، يرفع يخفض يهدي من يشاء. قال شيخنا رحمه الله: كانت السماوات بما فيها من ملائكة الله العابدين، كانت السماء تفتخر على الأرض وتقول السماء للأرض: لم يسكن في عاص أبدا، لأن السماوات مساكن الملائكة، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون وهم بأمر ربهم يعملون. إذن لا عصيان في السماء. إذن من حق السماء أن تفتخر على الأرض. الأرض فيها الطائعون وفيها الفاسقون وفيها المؤمنون وفيها الكافرون. إذن العصيان هنا في الأرض. فلما ولد صلى الله عليه وسلم على الأرض وأذيع في السماوات والأرض أن محمدًا أشرف مخلوق خلقه الله، فشرفت به الأرض. فقالت